بعد ما نزلت فيديو وقلت اني هبدا سلسله مهمه جدا للعيبه الكوره اللي هي ازاي تعمل برنامج تدريبي كامل لنفسك سواء تغذيه او تمرين، بالاضافه كمان ازاي تعمل اهم الاختبارات قبل ما تبدا عشان تحدد مستواك وتشتغل على الحاجات الضعيفه اللي عندك. واللي شجعني اني ابدا السلسله دي لعيبه كتير منكم بعتوا لي جدولهم والبرامج اللي عاملينها، بصراحه حاجه بروفيشنال، ما توقعتش بصراحه ممكن لاعب يعمل حاجه زي كده. وعلى الجانب التاني لعيبه كتير منكم طلبوا مني ازاي يعملوا جداول لنفسهم زي اللعيبه دي، وعشان كده قررت اني هبدا السلسله دي ان شاء الله. ان شاء الله تتعلم السلسله دي، تفهم يعني ايه تغذيه، ازاي تعمل نظام غذائي، وازاي تعمل نظام تدريبي، وايه اهم الاختبارات اللي تعملها. اول جزء من السلسله دي ان شاء الله هنتكلم عن التغذيه. بص يعني مش هقول لك ايه اهميه التغذيه لان اغلب اللعيبه عارفه فوائد التغذيه وانها مهمه جدا لاي رياضي، بس كتير من اللعيبه ما تعرفش يعني ايه اصلا تغذيه. فان شاء الله نتكلم عن التغذيه بمنظور تاني غير اللي انت تعرفه. فهنقسم الفيديو ده ان شاء الله لثلاث اجزاء. اول جزء هنتكلم فيه عن الثلاث عناصر الغذائيه اللي المفروض تدخلهم في وجباتك كل يوم. تاني جزء هنتكلم فيه عن عنصرين مهملين لازم تدخلهم في يومك. تالت جزء هنتكلم منهم من الفيديو ده على شويه حاجات اللعيبه بتخاف منيها، هي مش مضرة ولا حاجة، لا بالعكس ممكن تكون مفيدة ليك. ففي 3 عناصر غذائية لازم يكونوا في وجباتك كل يوم. رقم 1 كارب، رقم 2 دهون، رقم 3 بروتين. تعال نتكلم عن كل واحدة فيهم. أول عنصر غذائي نتكلم عليه لازم تدخله في يومك أو في وجباتك الكربوهيدرات. الكربوهيدرات اللي بنختصر منه عليه كارب من أهم العناصر الغذائية اللي المفروض تدخلها في يومك، خصوصا لو أنت رياضي. طب ليه بقول الكلام ده؟ أولا تعالوا نقول إيه هي المصادر الجسم اللي بيدور عليها عشان يمد له بالطاقة بالترتيب كده. رقم 1 الكارب، رقم 2 الدهون، رقم 3 البروتين في حالات خاصة جدا. فبالتالي احنا بنقول المصدر الأول والأساسي اللي بيمد جسمنا بالطاقة هو الكارب. لازم نهتم بالعنصر ده وندخله في وجباتنا على مدار اليوم. طيب السؤال هنا ازاي الجسم بيحول الكربوهيدرات لطاقة؟ الجزء ده لو مهتم بيه وحابب تكون فاهم تغذية ممكن تكمله، حاسه مش هيفيدك ممكن تسكيب بتخش على الجزء اللي بعده. بعد ما عرفنا ان الجسم بيدور على الكربوهيدرات عشان يحولها لطاقة عشان يمد جسمنا بالطاقة على مدار اليوم، تعال اقول لك ازاي العملية دي بقى بتتم، اللي هو الكارب بيتحول لطاقة. اول ما تاكل اي حاجة فيها كارب جسمك على طول بيكسر الكارب ده وبيحوله الى جلوكوز، وده سكر بسيط جدا. بعدين الجسم بيمتص الجلوكوز بيدخله الدم، وبكده سكر الدم عندك يترفع، وده الطبيعي بعد الاكل. لما الجلوكوز يعلى في الدم في هرمون اسمه انسولين او انسولين تفرزه البنكرياس، دوره ان هو بياخد مثلا الجلوكوز ده ويدخله الخلايا. الانسولين ده يعني يعتبر مفتاح اللي بيدخل الجلوكوز للخلايا. جوه الخلايا بقى الجلوكوز ده بيتحرق بالاكسجين وبيتحول الى اي تي بي، وده المصدر الطاقه الاساسي بتاعه. ولو الجلوكوز عالي جسمك ذكي مش بيرميه، تخزن في الكبد والعضلات على هيئه جلايكوجين، وده مخزن الطاقه اللي هو بنسميه بتاعه. في نوعين من الكارب، حاجه اسمها كارب معقد وكارب بسيط. الكارب المعقد ده بقى يعني ايه بطيء الامتصاص، بيديك طاقه ثابته وعلى المدى البعيد، زي مثلا اللي هو رز، مكرونه، شوفان، بطاطس. الحاجات دي هتديك طاقه بس مش على طول، بس هتديك على المدى البعيد. اما بقى الكارب البسيط ده بقى اللي بيعلي عندك سكر في الدم بسرعه وبيديك طاقه سريعه بس قصيرة المدى. تشوف لعيبة بين الشوطين بتاخد مثلا موز أو مشروب اللايس أو عسل نحل أو بلح، الحاجات دي كلها بتعلي عندك سكر في الدم بسرعة بس قصيرة المدى، ما تدكش طاقة في فترة طويلة. وكده نلخص كل اللي قلناه. أول حاجة تاكل كارب، بعد كده يخش جسمك على هيئة جلوكوز، بعد كده يدخل الدم، بعد كده الأنسولين ياخده يدخله الخلايا، بعد كده جوه الخلايا يتحرق يديك اي تي بي، واللي يفضل منه يتخزن على شكل جلايكوجين. كده احنا عرفنا أهمية الكارب وليه مهم ليا أنا كرياضي. السؤال التاني هنا بقى ايه المصادر الغذائية الموجود فيها الكارب؟ عندك أكلات فيها كارب مثلا زي الحبوب الكاملة زي الرز، الشوفان، المكرونة والبطاطس والبطاطا، العيش الأسمر، الفواكه، الخضار، البقوليات، الحاجات دي كلها بتبقى فيها كارب. نخش بقى على المصدر التاني الدهون. ناس كتير جدا واخدة فكرة وحشة عن الدهون، بس عايز أقول لك إن الدهون ده المصدر الطاقة التاني بعد الكارب في جسمك، اللي هو بنقول عليه المصدر الطاقة الاحتياطي. الدهون بتنقسم لدهون صحية ودي المفروض اللي ندخلها في وجباتنا، والدهون الغير صحية أكيد دي طبعا لازم نبعد عنها. زي ما شرحنا إن الكارب هو المصدر الطاقة الأساسي بتاعنا، بس الكارب ما يقدرش يمدك بالطاقة لفترات طويلة. يعني الكارب بيمدك بالطاقة لفترات محدودة، لكن الدهون تمدك بالطاقة لفترات طويلة. عارف ممكن تكون اتلخبطت مني دلوقتي، بس يعني هبسطها لك. الكارب بيمدك بالطاقة لفترة محدودة لكن بشدة عالية. يعني مثلا انت بتتمرن تمارين شدتها عالية زي بدني او تمارين اللي بنقول عليها انيروبيك يعني بدون اكسجين، هنا الكارب بيمدك بالطاقة اكتر. اما الدهون يمدك بالطاقة لفترات طويلة لكن بشدة منخفضة، مثلا زي تمارين التحمل اللي هي ايروبيك، زي مثلا الجري لفترات طويلة بشدة منخفضة او بشدة متوسطة. عشان كده بنقول الدهون لا يقل أهمية عن الكارب. كمان الدهون مهمة جدا، يعني بتحمي جسمك من الأمراض، وكمان بتمتص الفيتامينات اللي بتخش لك من الأكل. طب إيه المصادر الغذائية اللي نجيبها من الدهون الصحية؟ عندك زيت الزيتون، المكسرات، زبدة الفول السوداني، أفوكادو. فهقولها تاني، الدهون لا تقل أهمية عن الكربوهيدرات.
خش بقى على العنصر التالت البروتين، وده من اهم العناصر الغذائيه اللي لازم تدخلها في وجباتك. طيب ليه؟ عشان البناء العضلي، وهنا مش بتكلم كبناء عضلي زي باور ليفتنج او ماسل شو. عندك يعني كامافينجا، صلاح، امبابي، بدري، الناس دي كلها يعني بسم الله ما شاء الله في سنه او سنتين عملوا ماسلز بسم الله ما شاء الله يعني. اكيد يعني اللي ساعد اللعيبه دي توصل للشكل ده وللجسم ده البروتين طبعا، مش تقول لي يعني الكارب اللي خلاهم يوصلوا لكده. فالبروتين ليه أهمية كبيرة جدا في بناء عضلاتك، عضلات كويسة يعني أداء عالي في الملعب، في تحمل تدريبات هاي انتنسيتي، فتقدر تتمرن كويس وتكمل الماتشات كويس. كمان بيخلي عندك فلكسبيليتي في الجسم، فتقدر تتحول بشكل أحسن بدون ما يأثر على شكلك في الملعب. والحاجة التانية المهمة بالنسبة للبروتين إن هو بيمنعك من إصابات المفاصل والعظام. والحاجة الأخيرة والمهمة ليك أنت كلاعب أو أي رياضي إن هو ليه دور كبير جدا في الريكفري أو الاستشفاء. تعال نوضح العملية دي بتتم إزاي. اغلب التمرين البدني او الجري او الماتشات عموما يعتبر هاي انتنسيتي اكسرسايز، اللي هي تمارين بشده عاليه، وده بينطوي عليها عباره كومباوند اكسرسايز او تمارين مركبه. تمارين مركبه زي التحرك والجامب والسبرنت، فبالتالي بيحصل لك تمزقات في الالياف والانسجه الداخليه بجسمك. وهنا بنقول اهميه الامينو اسيدز او البروتين دور هنا بقى في علاج التمزقات اللي بتحصل في الالياف والانسجه عندك، فبيعالج الالياف والانسجه اللي حصل لها تلف، بالاضافه كمان بيرجعها اقوى من الاول عشان تتحمل الضغط والمجهود اعلى من المره اللي فاتت. طيب المصادر الغذائيه في البروتين، في نوعين من البروتين، بروتين حيواني وبروتين نباتي، هم تقريبا يعني شبه بعض بس كل واحده فيهم ليهم مزايا وعيوب. يعني مثلا الاختلافات في الامينو اسيدز بين كل نوع فيهم، يعني زي سرعه الامتصاص في الجسم، سعر المنتج، الاختلاف في النيوترينز او الغذاء. نجي بقى هنا إيه المصادر اللي اقدر اجيبها من البروتين سواء حيواني او نباتي. الحيواني مثلا زي اللحوم، الدواجن، الاسماك، الالبان، البيض. والنباتي زي البقوليات، المكسرات، مثلا الحبوب الكامله. كده عرفنا 3 عناصر غذائيه اللي المفروض ندخلها في يومنا، وعرفنا كمان فوائدهم وايه المصادر اللي نجيبها منهم مثلا زي البروتين والكارب والدهون. في بقى عنصرين مهمين تماما. رقم واحد الالياف. الالياف مهمه جدا ودورها انها بتبطئ عمليه الهضم، فبالتالي تحسسك بالطاقه لفترات طويله وبتحسسك كمان بالشبع. ايه طيب المصادر اللي اجيبها من الالياف؟ عندك الفاكهه، بقوليات، الخضار، المكسرات. وبرده في نقطه مهمه، يعني دايما الناس بتحب تشرب عصاير وكده، بس انت كرياضي مثلا او كلاعب لا، يعني الفاكهه تاكلها عشان ما تفقدش الالياف اللي فيها، فبس حاول تدخل الالياف مع الكارب والدهون والبروتين. تاني عنصر المَيّة، مش عايز أقول لك يعني المَيّة مهمة جدًا ليك كلاعب. يعني في لعيبة كتيرة تقول لك أنا باشرب مَيّة كتير، بس هُم لو حسبوا معدل المَيّة اللي بيدخّلوه في يومهم ممكن تلاقيه 2 لتر، لإن المَيّة مهمة جدًا وليها وظايف في الجسم كتير، يعني بتنظّم درجة حرارة جسمك أثناء التمرين عشان ما يحصلكش تقلُّصات أو شد عضلي، تحافظ على أدائك وتركيزك عشان لو حصل عندك جفاف السرعة عندك بتقل والتحمُّل. طب حاول تشرب مَيّة مثلًا من 3 ل5 لتر على مدار اليوم، خصوصًا إن أنت كلاعب بيبقى تمارينك كلّها high intensity بشدة عالية، فالمَيّة مهمة جدًا ليك. في شوية حاجات كده اللي هي بتخاف منيها. أول حاجة هتلاقي في ناس كتير جدًا بتقول لك اقطع كارب أو خفِّف كارب عشان ما يزودكش في الوزن. طيب هل الكلام ده صح؟ زي ما عرفنا إن الكربوهيدرات مهمة جدًا لإنها بتمد جسمك بالطاقة، ومجرد أنت كلاعب تدخّل كمية صغيرة لجسمك كارب وما تدخّلش لجسمك الكمية المناسبة ليه، فجسمك مش هيعرف أنت كمية الطاقة اللي تخلّيك تقدر تتمرن. طب هل الصح أنا مثلًا أقلل كمية الكارب والّا لأ؟ طيب خلّيني أوضحها لك. الكارب لو ما اتحولش لطاقة الجسم هيخزن الباقي كدهون، فبالتالي هتزيد. لكن بمجرد ما تكون بتدخّل الكمية المناسبة لجسمك بتتمرن كويس، فجسمك كده هيستخدم الكارب عشان يمدّك بالطاقة أثناء التمرين، وبكده جسمك مش هيحوّل الكارب لدهون. تاني حاجة الناس بتخاف منيها الملح. الصوديوم معدن مهم جدا لجسمك، والجسم بينظم نسبته على طول عشان يحافظ على التوازن. فالملح أو الصوديوم بيساعدك على انقباض العضلات، ودي حاجة مهمة جدا في وقت التمرين. ولما تقل نسبة الصوديوم في جسمك ممكن يحصل لك كلوسات عضلية أو الشد العضلي، خصوصا اللعيبة اللي بيتمرنوا في عز الحر أو تمارين بشدة عالية. عشان كده معظم مشروبات الطاقة بيكون فيها صوديوم اللي هو الكترولايز عشان يعوض العرق اللي فقده الجسم. لكن في نقطة مهمة جدا، في لعيبة كتير بتشرب مشروبات الطاقة كأنها مية عادية، وده غلط لأنه ممكن يفرق بالتوازن الملح اللي هو الكترولايز في جسمك. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. الحمد لله خلصنا أول جزء من السلسلة، اللي هو يعني عرفتك يعني إيه تغذية، ووريتك العناصر المهمة اللي تدخلها في يومك. وإن شاء الله الجزء التاني هنتكلم بقى عليه إنك إزاي تعمل نظام غذائي، فمتنساش بقى تعمل لايك واشتراك للقناة وتعمل مشاركة لصاحبك. وإن شاء الله انتظروني في الجزء التاني في أقرب وقت. السلام عليكم.